المشكله الموجوده انه صار إشي بالتيك توك انا ماليش دخل فيه. شو سويت في ضحى؟ كم يوم زعلتها؟ صار إشي بعد الفيديو، هاني عصبيتي ما بقدرش اتحمل. ميكس، طمنا عن صحتك الايام هاي. صحتي كويسه ومش كويسه. بالامانه شو المشكله اللي موجوده؟ المشكله الموجوده انه صار إشي بالتيك توك انا ماليش دخل فيه، ولا ضحى لها دخل فيه وحطوني فيه، والحمد لله تصفينا. اثر عليك نفسيا هذا الشيء؟ اثر طبعا، لانه هذا الشيء ما كنتش حاسب حسابه انه يصير. بس اغلب الناس، اكثر الناس، مش اغلب الناس، اكثر الناس بيعرفوا انه الحق معي مش عليه. طيب انا راح استبط بعض الامور باعتبار انك انت دخلت يعني المدام بالضحى في الموضوع. كبرج الدلو، انت شفناك في احد الفيديوهات، انت يعني طلبت يد ضحى بشكل مباشر على السوشيال ميديا امام الجميع وامام العلن، وهذا بالنسبه لشخصيتك انت ميكس ما بتعمله. انت مش سهل تعترف بحبك لشخص. والله شوف، انا لما تعرفت على ضحى كيف عملتها؟ انا بقول لك كيف عملتها. انا ضحى عرفتها اكثر واكثر تحت اللايف. انا قلت لك انا ضحى ما استغليتها ولا استغلتني، انا عرفتها اكثر شيء تحت البث. جميل، نعم. كنت يعني لما ارن عليها الخط ما يفصلش صراحه، الخط ما يفصل غير من بعد 6 ساعات ورا، لان البنت لازم اعرفها، لازم ادرسها، لان انا فايت بشيء لازم اكون قده حرفيا. عرفت اكثر، عرفت. بعدين رحت على امي، وبقول لك صراحه كان في واحد من اخواني رافض الفكره هاي، ومع ذلك ظليت ماشي فيها لانه خلص بدي اياها. قصة ميكس وضحى، اختلاف العادات، ما نحكي اختلاف العادات، وتواجدهم الاثنين على السوشيال ميديا، مشاهير بالسوشيال ميديا، ألم يؤثر ذلك عليكم يعني؟ أو عرفتمكم تخرجوا من عباءة السوشيال ميديا ويكون لكم خصوصيتكم الخاصة؟ لا انا مفهم هالشيء هذا. هسه احنا عندنا عادات وتقاليد وهم عندهم عادات وتقاليد، بس احنا عاداتنا شوي صعبه، بس انا مفهمه وهي متفاهمه. حرام يعني في اشياء بالسوشيال ميديا هي بتكون بدها تعملها، بس انا باجي بقول انه هذا غلط، هذا صح، هذا غلط. مقلب البيضة وانت نايم اللي كسرتها على راسك، شو سويت في ضحى؟ اكيد ما مر المقلب هذا هيك. اذا هو مقلب فعلا مقلب انت ما بتعرف عنه، شو سويت في ضحى؟ كم يوم زعلتها؟ صار اشي بعد الفيديو. انا عصبيتي والله هاني عصبيتي ما بقدرش اتحمل والله. أنا عارف ما حدش راح يتحمل الموقف. كان يعني الموقف كان شوي صعب، بس ديروا بالكم على بعض يعني، وسيبوكم من الناس. لو أعطيتك بعض الأسماء بدي إياك توصف لي كل اسم بكلمة واحدة. كل اسم بعطيك إياه توصفه بكلمة واحدة. راح نبدأ بالقرعة. الله يقدرني أعمل له اللي عمل لي. هذا بدك تحكيها للكل معناه. الله يقدرني أعمل له اللي عمل لي. هذا بدك تحكيها للكل معناته، بس أنا بسأل سؤال يعني بتقول لي الأخ، الصديق، الحبيب، كذا. هو السند. السند. أبو تعمر. أبو تعمر أخ، إنسان كثير عزيز. السلطي. أنت بتلعب على الوتر الحساس. سلطي غالي. اسمع، صحيح السلطي جوكر الشلة عندكم؟ هو جو الشلة إذا طلعتوا مع بعض اجتمعتم؟ لا كلنا جو، كلنا مش بس سلطي لحاله، كلنا بيجينا عريق غريب سبحان الله. عبسي بمشي بدمي لاني عشت معه 4-5 سنين عشت معه. الشعلان الاخ المحترم الطيب، ما شفتش منه الا كل خير والله. دعبول غلط من غلط سلطي.